السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. رح نتكلم اليوم عن عشبة غريبة، يعني ممكن في ناس تعرفها وناس ما بتعرفهاش. القراص أو القريس بيسموها ليش؟ هي عاملة زي ورقة السبانخ بس صغيرة، فبتلاقي بحوافها هيك يعني لو اجت على الإيد تلاقيها بتشوك أو بتزغ هيك فسموها القراص. هذه عشبة برية مفيدة جدا جدا جدا. على فكرة احنا احيانا بنلاقيها بالملوخية بنرميها، بنلاقيها بالسبانخ بنرميها. هي دايما تطلع سبحان الله هيك تلقائي في الزرع، يعني من غير ملهاش بذور اللي تتزرع، هيك بتطلع سبحان الله من عند رب العباد. إلها فوائد كتير. بتحتوي على فيتامين جي، بتحتوي على الحديد، بتساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، بتساعد على شفاء الجروح. هي أساسا معلش للمعلومة بتتغلى وبتتشرب زي الشاي، أو لو في جروح، في حبوب، في حساسية، ممكن الواحد إيش يدهن من المية تبعت القريس، يدهن إيده فيها. بتخفف من الإرهاق والتعب. هي طعمها على مرار شوي. استعمالها بانتظام بيساعد على حماية الكلى والمثانة من الالتهابات. بتساعد على منع تضخم البروستاتا، يعني هذا إجراء وقائي مش علاج. بس هي لو أخدناها زي مثلا الواحد اللي عنده برد باخد علاج، وبيساعد إيش في الحاجات السخنة، الليمون، الحاجات هاي، عشان ما حدش يقول علاج. تخفيف، بتخفف من وجع الولادة. مفيدة للربو والحساسية الموسمية، الحساسية اللي بتيجي بالمواسم. بتخفف من ألم المفاصل. طبعا وين ما تلاقيها، أو لو حد عنده زرعة وصوه يقطع لكم شوية قريس أو قراص، وإن شاء الله تستعملوها يعني مش هتخسروا وتستفيدوا منها. ويا رب المعلومات تكون بتفيدكم، ما كنش ضيفة تقيلة عليكم. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.